عارفين زمان لما كانوا بيقولوا لنا أصل سلو بلدنا نعمل كده؟ أهو سلو بلدنا ده هو المعتقدات اللي احنا تربينا عليها، وكل واحد بقى ومعتقداته. بس قالوا لنا إن عندنا معتقدات فكرية، ونسيوا يقولوا إن احنا عندنا معتقدات برضو شعورية. يعني إيه؟ يعني أنا رابطة مشاعري بحاجة معينة. يعني أنا رابطة إن أنا لما ألبس فستان جميل قوي هيجيلي شعور التقدير من الناس. هو ده المعتقد الشعوري بتاعي. أنا رابطة إني هاخد شعور من حاجة معينة، وبعدها معتقد فوق معتقد، ونجمع لغاية ما نوصل بقى إن بقى عندنا معتقدات كتيرة قوي نخزنها في حاجة كده اسمها إيه؟ الذاكرة الشعورية. بتبان معايا قوي في تحليل الخط والجرافولوجي، بيبين لي قد إيه كمية المشاعر المتخزنة، وقد إيه أنا رابطة بعض السلوكيات إن أنا هاخد من وراها بعض المشاعر. المشكلة كلها لما أربط قيمتي بإن أنا بعمل إنجازات كتيرة قوي، فلو ما أنجزتش يبقى أنا ماليش قيمة. عرفتوا إنه ممكن معتقد شعوري أو رابطة وكلكعة كده بين شعورين أو أكتر تقدر تتسبب في تدمير حياة إنسان؟ انتبهوا لكل معتقداتكم الشعورية ودوروا كده جوه الذاكرة الشعورية بتاعتكم.